برشلونة اليوم كان ممكن يوسع الفارق مع ريال مدريد ل6 نقاط، لكن اكتفى بس ب4 نقاط. برشلونة أعاد ريال مدريد للحياة، أو ريال بيتيس صراحة أعاد ريال مدريد للحياة. كارلو أنشيلوتي بعد نهاية مباراته مع فالنسيا قال أنا بتصور إنه الدوري، المنافسة على الدوري أصبحت صعبة. لا، بعد هذا التعادل يلي صار بالمونجويك بين برشلونة وريال بيتيس أنا بتصور لسه الأمور بالمتناول، أمامه 8 مباريات لنهاية هذا الموسم. أصدقائي، قبل ما أبدأ يا ريت تعملوا لنا اشتراك في القناة، لايك للفيديو إن تكرمتم، فعلوا لنا ميزة الجرس. برشلونة تعادل بهدف لهدف. اليوم مشكلة برشلونة تسجيل الأهداف، مشكلة برشلونة اللمسة الأخيرة. برشلونة قدم أداء رائع من ناحية الاستحواذ والسيطرة وبناء الهجمات وكل شيء، كل شيء كان موجود، لكن المشكلة كانت الكبيرة عند النادي الكتالوني اليوم هي اللمسة الأخيرة، اللمسة الأخيرة اللي ما كانت موجودة صراحة. والمشكلة اليوم لاحظناها أصدقائي هو تراجع مستوى لامين يامال، تراجع رهيب شفناه اليوم، حتى التمريرات ما عم توصل للاعبين. ليفاندوفسكي صراحة ما سدد كرة على المرمى اليوم. ليفاندوفسكي بنلاقيه بقمة مستواه وممكن يجيب لك مباراة، واحيانا بيكون في تراجع كبير. فهل يا ترى السبب التفكير بربع نهائي الشامبيون، على حسب انه انا اليوم بدي العب قدر المستطاع المرتاح، لان المباراة القادمة صعبة ما لها سهلة مع بروسيا دورتموند، فريق بدني بامتياز فريق بروسيا دورتموند، ولذلك العامل البدني لازم يكون محضر لمباراة دورتموند. اليوم شفنا تبديل بيدري، اخراج بيدري، اليوم تفاجئنا انت بدك جول وين طلعت بيدري، لكن اذا بنزل على ارضيه الملعب اصدقائي بنعرف انه تبديل بيدري اجى بوقته، ولازم يكون هذا التبديل، لان بصراحه هذا اللاعب عانى كثير بالاسابيع الماضيه، والى الان بدنيا اللاعب عم يعاني، وخاصه انه برشلونه قادم على مباريات صعبه كثير، ان كان بالليغا او ان كان بدوري الابطال، وفي عنده نهائي كاس ملك اسبانيا نهايه هذا الشهر. برشلونه اليوم الشوط الاول اضاع فرص على مبدا العقل ما بيصدقها، يعني العقل ما بيصدق الفرص اللي اضاعها، كرات المتناول. حتى بالشوط الثاني كمان بدا مثل ما بدا الشوط الاول، ضغط عالي وبناء هجمات، لكن المشكله وين؟ المشكله وين؟ باللمسه، مثل ما حكيت، اللمسه الاخيره. انا بتصور على هانز فليك صراحه انه يشد شوي مع اللاعبين، يعني مثل ما بيقولوا نحن عندنا بمثل انه اعطيهم العين الحمراء شوي، لان برشلونه كان قادر اليوم يسجل هدفين وثلاثه واربعه ويرتاح ويريح جمهوره، لكن للاسف هذا الشيء ما صار، وبرشلونه خسر نقطتين صراحه. يعني هي المباراه صعبه، نحن من قبل ما تبلش المباراه عارفانين انه برشلونه ولو بارضه عم يواجه فريق صار له 6 مباريات ما هو خسران، وريال بيتيس فريق منظم، فريق عنده مدرب خبير. انتم شفتوا اصدقائي خبره المدرب باخر المباراه، اخر دقائق المباراه لعبوا لبرشلونه بمنطقته، هو عرف انه هلا برشلونه اخر دقيقتين او 3 بده يضغطني كثير، قام لعبه، صار بس ياخذ الطابه ويسحبها لمنطقته برميه تماس، بفاول، بكورنر، يعني مو اي شيء، المهم اني انا بعد برشلونه عن منطقه، وهذا اللي صار اصدقائي. لكن التعادل هل هو عادل؟ نعم التعادل عادل اصدقائي. بيتيس من الناحيه الدفاعيه ادى مباراه كبيره، وطبعا انت عم تلاعب برشلونه، فمن الطبيعي تلعب بهي الطريقه، انت ما راح تقدر تنافس برشلونه هجوميا، يعني بالمنطق ما في فريق بالعالم قادر انه ينافس برشلونه من الناحيه الهجوميه بالوقت الحالي، الا لعل وعسى ممكن نقول باريس سان جيرمان هذه الايام. اما بالمجمل فبرشلونه اليوم هجوميا قوي جدا جدا، بالسرعه، ببناء الهجمات، بالتمريرات البينيه، بالاجنحه، ففريق خطير جدا. فبيتيس لعب بعقليه دفاعيه كثير وسكر كثير، وكانت المباراه مقفله صراحه. تبديلات هانز فليك انا برايي رائعه، واذا لاحظنا نحن اصدقائي اليوم بنزول فيرمين لوبيز حرك العمق كثير، العمق الهجومي، لان كان ضعيف كثير. اليوم فيران توريس غايب، ما له موجود. مشكلتنا اليوم، مشكله برشلونه اليوم اصدقائي اليوم مثل ما حكيت، في بعض التمريرات او كثير من التمريرات الخاطئه اليوم، في تسرع اليوم، في اشياء ما كنا عم نشوفها بالمباريات السابقه. انا بقول برجع باكد انه مباراه دورتموند شاغله بال المدرب، شاغله بال اللاعبين، المباراه ما لها سهله ابدا. برجع باكد دورتموند فريق بدني، واليوم واجهوا فريق بدني كمان، لكن بيمتاز دورتموند على بيتيس انه قوي جدا من الناحيه الهجوميه، هجوميا قوي هذا الفريق. شفناه اليوم، انا بتصور ربحان باربع اهداف على فرايبورغ بالدوري الالماني بالبوندسليغا، ولذلك المباراه صعبه. ضغط المباريات يا اصدقائي، نحن ما بدنا نلوم اللاعبين، نحن ما بدنا نجي تعادلتوا بعد ما ريال مدريد شو عمل، خسر، كان ممكن توسعوا الفارق ل6 نقاط. اللاعبين ما لهم الات، ما لهم مكانات، هدول بني ادمين، يعني شو بده يعطيك اكثر من هيك؟ خطا اروخو كان ساذج صراحه بتغطيته لهدف تعادل، خطا. انت هذا الطول كله كيف بيطلع
بياخذ الطابه براسه وبيسجل هدف. خطا غريب من اروخو. هذا بياكد لنا اصدقائي انه دفاع برشلونه بالعمق كوبارسي مع انيجو مارتينيز هم الافضل، هم كوبارسي مع انيجو مارتينيز هن الافضل بالوقت الحالي هن الافضل حتى من ناحيه الخطه اللي بيلعب فيها هانز فليك، الا وهي الدفاع المتقدم. برشلونه ما حنقول خسر، برشلونه ما حنقول انه اليوم كان سيء، لا برشلونه جيد وادى مباراه انا برايي جيده جدا قياسا لضغط المباريات، قياسا للمباراه القادمه اللي عم تنتظره بالشامبيونز ليج امام بروسيا دورتموند، والتعادل المنطقي. حنقول اعاد ريال مدريد للا ليغا، اعادوا للحياه. انا بقول اعادوا لغرفه الانعاش، لانه 4 نقاط صعبه انا بتصور، لانه الريال ما عم يقدم هذا الاداء الكبير هذا الموسم. لكن ممكن اتلتيكو مدريد الان يقرب، لكن كمان فينا نقول انه كمان يعني هلا الفرق 10 نقاط مع اتلتيكو مدريد، فاز فرق 7. هي امور اصدقائي، موضوع الحسابات هذا موضوع طويل وجدله طويل، وبالاخير الفريق الافضل هو اللي راح ياخذ بطوله الدوري الاسباني. هي معروفه قاعده، الفريق الافضل، والى الان برشلونه هو الافضل، لكن ما بنعرف شو بيصير مع نهايه الموسم. اصدقائي هارد لك جماهير الملك اليوم، هارد لك جماهير برشلونه اليوم، اضعتوا نقاط، لكن الاسبوع القادم والاسابيع القادمه صراحه رح تبين لنا اشياء كثير. برشلونه ان شاء الله بنقول ما تكون فتره الفراغ تنعاد اللي مر فيها باكتوبر الماضي. اصدقائي اعملوا لنا اشتراك بالقناه، لايك للفيديو ان تكرمتم، تعليقاتكم، رايكم باداء برشلونه اليوم. دمتم في امان الله، السلام عليكم.